كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الباعث الحقيقي لرد الحق وعدم قبوله عند طوائف كثيرة من الناس، إنه الكبر الذي جلاه ووضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف الجامع من جوامع الكلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يكون بالاستعلاء على الناس والتعاظم عليهم وازدرائهم واحتقارهم والاستهانة بهم، وكذلك يكون الكبر بدفع الحق ورده وعدم قبوله، بطر الحق وغمط الناس. في هذه الآية الكريمة يبين الله الحقيقة عند هؤلاء الأقوام الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، فهم يردون الحق بالباطل، يردون الحجج البينة والبراهين القوية الساطعة بالشبه الفاسدة والآراء المحضة، لا لشيء إلا لما احتوته صدورهم من الكبر. إن في صدورهم إلا كبر، أي ما في صدورهم إلا الكبر الذي يدفعهم لأجل أن لا يتبعوا الحق ولا يقبلوه. وهذا الكبر هو تعاظم، يرون أنفسهم عظيمة على الحق وعظيمة على الخلق، فهم ينظرون إلى أنفسهم هذه النظرة، نظرة الكمال الذاتية والاستعظام، وأنهم فوق كل ذلك كله، فوق الخلق فيحتقرون الخلق ويزدرونهم، وفوق الحق فيردونه ويدفعونه ولا يقبلونه، فيردونه ويدفعونه ولا يقبلونه. ولهذا فإن من أعظم صفات المؤمنين المخبتين الخاشعين لله سبحانه وتعالى تطامنهم وخضوعهم للحق، وأنه متى ما جاءهم الحق ولاحت لهم دلائله ووضحت لهم براهينه انقادوا إليه دون أي تردد ولا أي استنكاف عن قبوله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء المتكبرين بأنهم يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر في صور الرجال أو في صور الناس، يغشاهم الذل من كل مكان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في مسنده والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو